سلام للجميع، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم رجعت لكم بوصفة جديدة، موديل جديد خاص بالمناسبات والأفراح والأعياد، وصفة تستحق التجربة، والأهم توالم الصيف بحيث يقعد لكم مدة طويلة ما يفسدش. تبعوا الفيديو باش تكتشفوا كامل تفاصيل الوصفة. وقبل ما نبداو الفيديو حبيت نشكركم كامل على التعليقات تاع البارح، على الكلام الطيب النابع من القلوب الطيبة. شكرا من القلب، والله جاتني الدمعة من كثرة هذه التعليقات اللي فرحتني بزاف. ربي يفرحكم كامل، وشكرا للكلام الطيب، والله كلمة شكر قليلة في حقكم. ربي يجازيكم كل خير، وشكرا أحبابي، وشكرا للمرة الألف. هنا رايحة نبدأ مباشرة الوصفة. بسم الله. أول حاجة نبدأ بالعجينة. عندي 250 جرام مارغرين طرية، 50 جرام من السكر الناعم اللي هي 2 ملاعق كبيرة يكونوا معمرين، ونزيدو هنا ملعقة من الفانيلا. وهنا رايحة نزيد ثاني عندي هنا تقريبا واحد 30 جرام من الكراميل. كما راكم تشوفوا تقدروا تستعملوا لا مارك اللي موالفين تخدموا بها، مكاش يعني نوعيه محدده. هنا تزيدوا ثاني عطر الكراميل، واللي ماشي متوفر عندها تقدروا تستغنوا عليه، لكن من المستحسن تزيدوا ثاني عطر الكراميل باش يعني نقعدوا في ذوق تاع الكراميل. وهنا اذا ما درتوش هذاك الكراميل في العجينه اكيد تزيدوا ملعقه كبيره تاع السكر الناعم باش يعني يجيكم الصابلي تاعكم شويه يعني حلو. هنا تزيدوا رشه تاع الملح، من بعد نخلطوا كامل هذوك المكونات حتى يصبح القوام كريمي. ضروري تخلطوا مليح هذاك الخليط في الاول. وهنا نزيد 50 مليلتر من الزيت اللي هي 5 ملاعق كبيره يكونوا معمرين. من بعد ندير هذيك الزيت تاعي على شكل خيط، ومن بعد نتاكد بلي كامل هذاك الخليط انسجم. في هذه المرحله رايحه نزيد شوفوا هنا دائما تتاكدوا من الاطراف، على خاطر يعني المكونات تاعكم ما راحش يتخلطوا مليح. هنا تزيدوا بيضة صغيرة مع زوج صفار حبة بيضة، بيضة كاملة مع صفار زوج صفار حبة بيضة، وتخلطوا مليح مليح. وتزيدوا كاس من الكاوكاو يكون محمص مليح ومرحي متوسط، وتزيدوا نص كاس من النشا، وتزيدوا الكاس الاول تاع الفرينة ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. وتروحوا دائما بالنسبة للفرينة كيما العادة تروحوا دائما بالتدريج، تلموا باصابع اليد. وهنا ما ديروش كامل هذيك الكمية اللي نقولها لكم، دائما تخليو شوية 2 مغارف ولا 3 مغارف على حساب دايما نوعية الفرينة إذا تشرب ولا ما تشربش، وثاني على حساب حجم البيض اللي خدمتوا به الوصفة تاعكم. المهم في الأخير تتحصلوا على عجينة تكون طرية بهذا القوام، يعني عجينة تاع الصابلي عادية. من بعد رايحة نفتح هذيك العجينة تاعي على سمك شوية رقيق، على خاطر فيها الخميرة. صافي ديروا حسابكم راح يزيد شوية الحجم تاعها. من بعد هنا رايحة نستعمل هذا الطابع ولا القطاع على شكل دائري. هنا بالنسبة للقطر تستعملوا القطر اللي يعجبكم، لكن ننصحكم تخدموا بقطر يكون شوية صغير، على خاطر الحلوة تاعنا رايحة تزيد الحجم تاعها داخل الكوشة، وبعد التزيين ثاني يزيد شوية الحجم تاعها، يعني باش ما تجيكمش الحبة كبيرة فوق الحد. من بعد هنا كما راكم تشوفوا ديروا في سنيوه، طيبوا الصابلي تاعكم عادي على 170 درجه، ما تقويوش بزاف للنار. وثاني من المستحسن تحمروه مليح، هذا الصابلي ضروري يتحمر مليح باش يعني يجيكم بنين وفي نفس الوقت يقعد لكم مده طويله. وهنا تكملوا الطياب تاعهم يعني كامل بنفس الطريقه. ونروحوا للكريمه تاع الحشو. هنا عندي 125 غرام مارغرين اوبلين، ولا تستعملوا اللي متوفره عندكم، ملعقه كبيره من السكر الناعم، وتزيدوا 50 غرام من الكراميل، 50 غرام من الكراميل. من بعد رايحه نخلط هذا المكونات حتى يصبح القوام كريمي، يعني تخلطهم مليح مليح. وهنا عندي ملعقه من قهوه سريعه الذوبان، زدت لها تقريبا 1.5 ملعقة ولا 2 ملاعق كبيره من الماء المعدني، وتخلطوا مليح حتى تذوب هذيك قهوه سريعه الذوبان. اذا ما حبيتوش ولا ما كانش متوفر عندكم قهوة سريعة الذوبان تستغنوا على هذه الخطوة. في الأخير تتحصلوا على كريمة الزبدة بذوق الكراميل وهذيك القهوة ثاني يجيكم ذوق القهوة. وهنا رايحة نمد لكم واحد الملاحظة ثاني خصوصا يعني للمبتدئات، كيفاش تعرفوا الكمية اللي رايحين تخدموها في كريمة الزبدة.
يعني الكمية اللي تسحقوها مثلا في الصابلي. شوفوا هنا خدمنا ب250 غرام من المارغرين في العجينة، النصف تاعها هي 125 غرام. يعني هذيك هي الكمية اللي تسحقوها في كريمة الزبدة. يعني ديروا 125 غرام وتحاولوا يعني تزيدوا الحلاوة على حسب كيما حبيتوا، يا ديروا 125 125 يا تنقصوا كيما نقصت انا صراحة كريمة الزبدة جامي نديرها بنفس الكمية مع الحلاوة. يعني ماشي نفس كمية المارغرين مع نفس كمية السكر الناعم ولا الكراميل، ولا دائما ننقص يعني باش ما تجينيش حلوة بزاف. يعني هذه فقط بين قوسين. نعودوا للوصفة. كما شفتوا طاب الصابلي تاعي مليح مليح، خليته يبرد. وثاني درت هذيك كريمة الزبدة من الأطراف، ونديروا كمية من الكراميل في الداخل. واللي تحب تزيد شويه مكسرات داخل هذاك الكراميل الداخل تقدروا، كيما تقدروا تعوضوا هذاك الكراميل بشوكولاته الطالع. المهم هذاك الحشو ثاني تقدروا تلعبوا به كيما حبيتوا. اللي ماشي كامل متوفر عندها تقدروا تستغناو على هذاك الحشو الثاني. يعني تعمروا كامل هذيك الحبه تاعكم بكريمه الزبده، برك ما تخشنوش هذيك لاكوش تاعها باش ما تجيكمش يعني بزاف كريمه الزبده. هنا كيما شفتوا نحيت هذه كريمه الزبده الزايده، وهنا عندي كميه من هاد لافيتين هذا هو اللون تاعها. بالنسبه للتزيين هنا صراحه هذا بقى لي، هذا الشوكولا اللي راكم تشوفوا فيها بقات لي من الوصفه اللي درتها معكم، هذوك الكعيكات بذوق الفيريرو. يعني عوض ما تقعد لي برك هكاك، زدت لها شويه تاع الشوكولا السوداء، وزدت لها كيما شفتوا تقريبا 4 مغارف تاع الزيت، يعني باش تجيني سائله شويه. مانيش نحب يعني نقلاصي الحبه تاعي بكوش تاع الشوكولا شويه خشينه، على هذيك زدت لها كميه معتبره تاع الزيت. بصح نتوما واش ديروا؟ تاخذوا مثلا 200 غرام ولا 150 غرام من الشوكولا سواء بالحليب ولا السوداء، ولا تخلطوا بيناتهم تذوبوهم فوق حمام مائي، وتزيدوا 4 إلى 5 ملاعق كبيرة تاع الزيت. وتبداو يعني تغطسوا هذيك الحبة تاع الصابلي داخل هذيك الشوكولا، من بعد ترمدوها في هذو القطايف. لي ماشي عفوا ماشي القطايف، لافيتين اللي ماشي متوفرة عندها تقدروا تعوضوها بالقطايف، ولا هذاك القفريط يكون مرحي ثاني يجيكم الذوق تاعو بزاف هايل في هذه الوصفة. يعني هنا لي ماشي متوفرة عندها لافيتين. بالنسبة للكمية اللي تسحقوها يعني ما تسحقوش كمية كبيرة. أنا صراحة درتها برك يعني باش نسهل على روحي، ما نقعدش يعني ندير بكميات صغيرة هكا باش نكمل رابيد. إن شاء الله يعني فهمتوني. ثاني واش حتى نقولكم، تقدروا تعوضوا هذيك الشوكولا بهذاك الكلاصاج اللي درتوه معاكم. ديروا 2 مغارف تاع السكر ناعم، 2 مغارف تاع كاكاو، 4 أكياس ماء معدني مغلي مع 4 أكياس تاع الزيت، تميكسيو كلش، تدهنوا الحبات تاع الصابلي، وتكملوا التزيين بنفس الطريقه. اذا ما كانش متوفر عندكم الشوكولا ولا حبيتوا حاجه شويه اقتصاديه، مديت لكم البديل. وهنا بالنسبه للتزيين النهائي كما شفتوا رشيت شويه تاع السكر ناعم غير باش نكسر هذاك اللون. وثاني درت حبات من اللوز، كل حبه درت لها 2 حبات تاع اللوز اللي كنت درتهم في شويه تاع الناباج، ولا ديروهم في شويه تاع العسيله مع جلوكوز اللي متوفر عندكم. تقدروا تلصقوهم بشويه تاع الشوكولا. انا صراحه ملصقتهمش غير باش نكمل الوصفه. يعني المهم تديو الفكره. وثاني هنا حبيت نشارك معكم هذه الفكره، على بالي كاينين بزاف اللي يعرفوها وكاينين بزاف ثاني اللي ما يعرفوهاش. كي تشريو مثلا لي كيسات وكانت الحبه تاع الكاطو كبيره على هذيك تاع لي كيسات، تشدهم كيما شفتوا انا درت هذيك تاع الملح. ضغطت مليح على هذيك على هذوك لي كيسات باش ناخذ القطر تاع الحبات تاعي، وشوفوا هنا كيفاش يجي الشكل تاعها. وهنا فقط ثاني حبيت نبارطاجي معكم الفكره بالنسبه للناس اللي تخدم لي كوموند. شوفوا هنا عندي 30 حبه تاع الصابلي، كل حبه درت فيها 2 حبات تاع اللوز، بمعنى كميه اللوز في هذه الوصفه هي 60 حبه. واش ديروا؟ تشدوا 60 حبه هذوك توزنوهم وتشوفوا العدد اللي يخرج لكم وتخرجوا السعر تاعو. مثلا خرج لكم نقولوا مثلا 100 غرام تاع اللوز. دوكا اللوز راه يتباع واقيل 240، هذا بالقشور 240 ولا 230 والله ما شفيت. المهم ديروا 1 كيلوغرام يقابلها
240 ألف، وهذيك 200 غرام تستخرجوا بها 200 غرام هذه عفوا 100 غرام اللي راهي في الوصفة، تخرجوا بها السعر اللي خدمتوا بها اللوز تاعكم وتزيدوه مع سعر التكلفة هكا باش تخرج لكم سعر الحبة الواحدة، تزيدوها يعني مع سعر كامل المشتريات تاعكم تضربوها في 2، وصراحة كاين اللي يضربها في 2.5. بهذه الطريقة تخرج لكم شحال يعني سقام لكم مع الفايدة تاعكم في الوصفة ولا في أي حلوى معينة. هنا إن شاء الله يعني استفدتم من هذا الفكرة، ودايما سعر المشتريات في 2 ولا في 2.5 تقسموها على عدد الحبات اللي يخرجوا لكم في الوصفة، وهذاك هو سعر الحبة الواحدة. ان شاء الله يعني وصلت لكم الفكرة. وهنا وصلنا لاخر الفيديو احبابي، ان شاء الله فهمتوا الوصفة. وإذا عندكم أي سؤال خليوا لي تعليق، وإن شاء الله رايحة نحاول نجاوب الجميع هكا باش تكون الوصفة واضحة، وإن شاء الله كامل البدائل واضحة في الوصفة. وهنا وصلنا لآخر الفيديو أحبابي، تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، مازال الخير إن شاء الله، مازال عدة وصفات إن شاء الله تكون حصرية بعدة أذواق في القناة في فيديو آخر مع وصفات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.